ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا النهارده هقدم لكم فكره حلوه قوي. بما ان خلاص جبنا لبس العيد بقى وداخلين عليه وكل سنه وانتم طيبين، مش عايزاكم من النهارده ترموا الجرابات اللي بنجيب فيها البيجامات بتاعه الاطفال او بتاعتنا ككبار. هعمل لكم بيها 3 اشكال مختلفه من جرابات للريموت. طبعا الناس اللي بتعاني من الجرابات الريموت لو عندكم اطفال هتبقوا عارفين قد ايه انتوا بتعاني ان هي بتبوظ كتير جدا جدا جدا. تعالوا بقى، اي اسفنجه عندكم كده بالشكل دوت هبدا ان انا احطها على الريموت واخد المقاسات بتاعتي عليها. طيب مش عندك الاسفنجه ديت ومش عارفه تتصرفي، تقدري ان انت تجيبي، لو انت حابه ان انت تعمليها يعني الظهر بتاعها باسفنجه، اي سبونج عندك. تمام، تاخدي الاسفنجه بتاعتها اللي جوه وتبداي ان انت مثلا تقصيها نصين وتحطيها على قد الريموت وتظبطيها كده وتقصيها زي ما انا بعمل. باخد المقاسات بتاعتها. بعد كده هبدا ان انا اخد كفر الريموت واحط فيه الكفر. تمام، واخد واقص الكفر بتاعي على قد مقاساته. عايزه اقول لكم نصيحه بس، ان انتوا تحطوا السفنجة مع الريموت وانتوا بتقصوا وتقصوا بزيادة علشان تعملوا حسابكم مثلا وانتوا بتلزقوا اي حاجة كده طلعت زيادة بتاع، تبقوا تقدروا ان انتوا تتحكموا، ما تبقوش ان انتوا قاصين بالظبط على الحرف يعني. مبدئيا دي كانت اول طريقة ان انا هعمل الريموت بتاعي وليه ظهر زي السفنج، زي اللي احنا جرابات الريموتات اللي احنا بنشتريها بيبقى ليها ظهر. تمام، لسه في شكلين تانيين هعمله لكم ان شاء الله. ما تخرجوش من الفيديو واستنوا، شكلين حلوين ان شاء الله هتعجبكم. مبدئيا كده انا بدأت ان انا اشيل اي زوايد. تمام، علشان ابدأ ان انا الزقها يعني ويبقى شكلها كويس. عايزه اقول لكم ان دايما شغلوا دماغكم وما تحاولوش ترموا الحاجه بسرعه. يعني مثلا ممكن الجفر دوت مثلا ان انت تقسميه نصين وتعمليه مفرش لدرج عندك، بيبقى برضه حلو جدا. انا عارفه ان الدنيا دلوقتي بقت غاليه ومكلفه، فنقدر ان احنا نستغل حاجات بسيطه جدا جدا عندنا ونطلع منها منتجات تفيدنا في بيتنا. تمام، انا عارفه ان دلوقتي خلاص السوشيال ميديا والمظهر وان لازم كل حاجه تبقى عندك بالشكل البيرفكت، الحاجات الجميله الغاليه. عارفه ان هم بيأثروا علينا جامد قوي في الحته ديت. انا واحده منكم زيكم، انا نفسي كمان ابقى كده، بس غلاء المعيشة ما بيخليناش نقدر نعمل حاجات كتيرة قوي نفسنا فيها. فممكن أبسط الأفكار يخلينا تساعدنا إن احنا نرتب بيتنا ويخليه نضيف ونستغل حاجات كتيرة قوي. تمام، طبعا ما تنسوش تشتركوا في القناة بتاعتي وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. وده مبدئيا كان أول شكل للريموت، وعايزة أقول لكم يعني إن هو كان حلو جدا لأن أنا يعني عندي الأطفال يعني ممكن يدخلوا فيه ميه يعملوا فيه اي حاجه، فده كان مناسب جدا ليا. تاني حاجه بقى، تاني فكره معايا هي العليقه برضو اللي بتيجي، الشماعه الصغيره اللي بتيجي في الكيس، مش عايزاكم برضو ترموها. انا فكرت فيها ان انا اقدر ان انا احطها في اي احط فيها اي كيس مثلا جنبي وانا في المطبخ بعمل اكل بعمل اي حاجه، واقدر ان انا استخدمها ككيس قمامه اعلقه في اي مكان. تعالوا بقى، تاني فكرة أنا هعملها معاكم إن أنا هعمل جراب للريموت يكون ليه زراير. جبت كده كفر كان جاي برضو معاه على الهدوم. الكفر ده ليه من فوق زي 2 كباسين بيقفلوا. بدأت إن أنا خدت كل 2 قدام بعض كده مع بعض، وجبت الريموت بتاعي ده. أنا مش هقدر إن أنا أحط له أي إسفنجة في الظهر لأن هو الريموت فيه زراير من قدام ومن ورا، فما كانش ينفع ان انا احط له اي سفنجه خالص. هو مجرد بس ان انا هاخد المقاسات بتاعته من على الكفر وابدا ان انا اقص والزق واحط الزرار. مبدئيا كده ده كان الكفر اللي انا بقول لكم. هنا كنت بقول لكم يعني ان ده انا حطيت سفنجه علشان انا كده كده مش محتاجه الظهر بتاعه، انا محتاجه ان انا احافظ عليه اكتر من الوقعات. تمام، مبدئيا كده بقى رحت خدت المقص وبدات ان انا اقص، وقلت لكم ان انتوا تقصوا بالزياده علشان لو في اي حاجه محتاجين ان انتوا بعد كده تظبطوها معاكم عادي، ما تهدروش الكيس يعني منكم. وبعد كده بدأت إن أنا أضبط بقى الكفر على قد الريموت بتاعي علشان هبدأ إن أنا أحط الزرار وأبدأ إن أنا ألزق وأقفله. حطيت بعد كده الشمع بتاعي مكان الزرار اللي أنا محتاجاه، وبدأت إن أنا أقفل الجناب. خلي بالكم لو الشمع بينزل منكم جامد يعني وكتير، شدوا الشمعة من ورا شوية علشان ما تنزلش بسرعة، عشان هي كانت بتنزل معايا بسرعة قوي. وانا مش بستخدم عامه المسدس الشمع ده كتير، فما كنتش اعرف يعني المعلومه ديت ان انا اقدر ان انا اشده كده من ورا بحيث ان هو ايه ما يسيحليش الشمع من جوه بسرعه. كده انا لزقت الزرار وبدات ازق اقص يعني اي زوايد،
وبكده يبقى انا عملت الجراب بالزرار بتاعه. بجد فكرة جميلة جدا جدا وعملية جدا جدا ومش مكلفة اي حاجة خالص، وعملت جراب هتحافظي على الريموت بتاعك من اقل الاشياء يعني. هنا كنت بوريكم بقى ان انا عملت الجراب دوت، يعني اللي ليه ظهر سفنجة شبه اللي احنا بنشتريه. تالت فكرة بقى معانا الكفر اللي لما بيجي وبيبقى فيه زرار واحد بس، تقدري ان انتي الجزء اللي فوق على طول بقى يعني هتقسميه كده على مقاس الريموت بتاعك، وهتقفليه من الجنب زي ما انا عملت كده. زي ما انتم شايفين قست الريموت وقفلته من الجنب من اللزق. خلي بالكم ان الشمع هيبقى سخن جدا مع الكيس، فمجرد كده باي حاجه هتطبطبه لحد ما ينشف. تمام. ويبقى احنا كده لو انت عندك الريموت الطويل دوت، يبقى انت مجرد ان انت اخدتيه الثواني وعملتي له جراب وبيتقفل وبيتفتح. طيب لو انا كنت محتاجاه ريموت اصغر شويه، فعادي خالص هبدا ان انا اقص من فوق والزق برضو، وهيبقى معانا جراب صغير او طويل زي ما انتوا حابين. حابة أشكركم جدًا إن أنتم كمّلتوا معايا الفيديو للآخر، ولو عجبكم الفكرة اكتبوا لي تحت إنها عجبتكم، وإن شاء الله هاستمر أقدّم لكم أفكار تانية جديدة تفيدكم في حياتكم اليومية. كده إحنا خلّصنا الفيديو بتاعنا، استنوني في فيديو جديد وفكرة جديدة، وما تنسوش تصلّوا على النبي في الكومنتات. باي باي.